حرفيا الجريمة دي من أبشع الجرائم اللي حصلت في الوطن العربي وتحديدا في تونس، لدرجة إن الشرطة فضلت أكتر من سنة بتحقق في القضية دي. للأربع أصبع قاعدة به ويرد بعدك مليء، لأن مفيش إنسان في قلبه ذرة رحمة هيعمل اللي هم عملوه ده، لدرجة إن هم استضافوهم في برنامج المسامح كريم. قد طفل عز ما عنده في الدنيا هذية وبالبشاعة هذيك صعب ياسر باش ينساها، لين نموت ما ننساهاش. في 2010 وتحديدا في تونس كان في أسرة تونسية أصيلة متوسطين الحال، ما بيعملوش مشاكل والجيران كلها بتشكر فيهم. والأسرة دي كانت مكونة من أب وأم وولدين وبنت، وكان أصغرهم ربيع كان عنده 10 سنين، وكانت الأسرة كلها بتحبه والشارع كله بيحبه. كان طفل اجتماعي وبيحب الناس وما كانش بيعمل مشاكل، من الآخر كده يعني عيل تشوفه تحبه. المهم في يوم من الأيام كانت أخت ربيع قاعدة وماسكة التليفون بتاعها، جت بقى ترن على واحدة من صاحبتها، اكتشفت إن التليفون بتاعها ما فيهوش رصيد. قامت على طول نادت لربيع: يا ربيع معلش خد الفلوس دي واشحن رصيد من السوبر ماركت اللي بره. ربيع قال لها ماشي وخد منها الفلوس وراح على السوبر ماركت وشحن لها الرصيد، وكمان الرصيد وصل لاخته. لكن فضلوا مستنيين ربيع ان هو يرجع، ربيع ما رجعش. فضلوا ساعه مستنيه، ربيع مختفي وما رجعش. قالوا يمكن بيلعب مع العيال في الشارع او يمكن راح عند عمته وهيرجع. فضلوا مستنيين ساعه كمان ما رجعش، والوقت بيمر وربيع مش بيقول له اثر، لغايه لما عدى وقت طويل. وهنا الام ابتدت تقلق وقالت لا اكيد حاجه حصلت لابن ربيع. واخوات ربيع بيهدوها: اهدي ياما، اكيد ربيع راح يلعب مع العيال او راح عند عمته واكيد هنلاقيه او هيرجع دلوقتي. هنا الام لا، قالت انا هنزل ادور على ابني بنفسي. ونزلت دورت على ابنها ربيع وسط العيال، كل ما تسال واحد شفتوا ربيع يقولوا لها لا ما شفناش ربيع. وكان اخر امل ليها ان ربيع يبقى موجود عند عمته، وقررت فعلا ان هي تروح عند عمه ربيع، بالرغم ان كان في خلاف ما بين عمه ربيع وما بين ام ربيع. كان في ما بينهم خلاف، ما كانوش بيكلموا بعض. هنا قررت الام ان هي لازم تروح عندها وتسالها يمكن ربيع يبقى موجود عندها. وفعلا راحت خبطت عليها، واول ما فتحت الباب عمه ربيع قالت لها خير عايزه ايه؟ ام ربيع قالت لها انا ابني مش لاقياه، قلت يمكن يكون جه عندك. ردت بقى عليها بكل برود وقالت لها لا ما شفتوش، وبعدين روحي دوري على ابنك بعيد عني، شوفي ابنك راح فين ودوري عليه. هنا الام انهارت من العياط وقالت لها طب انت ما شفتوش النهارده؟ قالت لها لا ما شفتهوش ومش عايزه اشوفه، وبعد كده ما تجيش تخبطي عندي وروح ادور على ابنك بعيد عني بقى، وقفلت الباب في وشها. هنا الام فضلت تعيط ومكانش قدامها امل تاني، راحت على طول كلمت جوزها ابو ربيع عشان يجي بسرعه يشوف ابنه راح فين ويدور معاه. واتصلت عليه وجي بسرعه عشان يدور معاها وما لقوش ربيع خالص. قلبوا عليه المدينه، دوروا يمين وشمال ودوروا في كل حته، ربيع مش موجود. راحوا بقى على طول بلغوا الشرطه، والشرطة فضلت تدور معاهم وهم يدوروا. وعدى يوم ورا التاني وأسبوع ورا التاني ويدوروا على ربيع. الشرطة تدور من هنا، وأبو ربيع وأم ربيع يدوروا من هنا. فضلوا يدوروا كتير وربيع برضو مش لاقيين له أي أثر. الشرطة دورت كتير وبرضو مش لاقي له أي أثر. ياسر الواحد باش يتقبل هالحكاية صعيبة. خلونا عام كامل واحنا هكاك مكبين بين الجبانة وبين الحاكم وبعدنا نجروا. وفي يوم من الأيام أم ربيع كانت قاعدة بتعيط، وفجأة شافت في التلفزيون برنامج المسامح كريم، والبرنامج ده كان بيحكي مشاكل الناس وبيحاول يحلها. هنا أم ربيع اترددتش ثانية وقالت أنا لازم أكلم البرنامج عشان يدوروا معايا على ربيع واحكي لهم الموقف اللي أنا فيه، يمكن يساعدوني. وفعلا خدت أرقام البرنامج واتصلت عليهم وحكت لها المشكلة بتاعتهم، وقالت لهم على اختفاء ربيع وهي بتعيط ومنهارة من العياط. وصعبت عليهم فعلا وتعاطفوا معاها وقالوا لها خلاص انت تيجي يوم كذا كذا وتيجي تعملي لقاء معانا وابو ربيع يبقى موجود برضو معاكي، بس اهم حاجه تحكي كل حاجه ما تخبيش اي تفاصيل، لان سياسه البرنامج لازم تحكي كل حاجه وبصراحه. وافقت على طول ام ربيع وقفلت معاهم السكه، وعلى طول اتصلت بابو ربيع عشان تبلغه بالخبر ده، وبلغته فعلا وقال لها ماشي خلاص هنروح اليوم ده انا وانتي ونطلع في برنامج المسامح كريم. في الوقت ده كان قاعد جنب ابو ربيع جيلاني، وجيلاني ده خاطب عمه ربيع، يعني عمه ربيع جيلاني ده خاطبها. تمام، كان قاعد وسمع المكالمة وسمع كل حاجة. وعدت بقى الأيام، وقبل اليوم اللي هيروحوا فيه برنامج المسامح كريم تليفون أم ربيع كان بيرن. راحت عشان تشوف مين اللي بيرن، اكتشفت إن عمة ربيع هي اللي معاها على السكة. اللي خاطبها اسمه جيلاني، اللي بيدور مع أبو ربيع وبيلف معاه في المنطقة كلها عشان يلاقوا ربيع. المهم هي رنت على أم ربيع وقالت لها اوعي تطلعي في برنامج المسامح كريم، هتروحي هناك هتنشري غسيلنا الوسخ وهتفضحينا وتقولي الخلافات والمشاكل اللي بيننا. اوعي تطلعي هناك واحنا بندور لك على ابنك وان شاء الله هنلاقيه. فضلت تعيط ام ربيع لكنها كانت مصره ان هي تطلع في برنامج المسامح كريم. وفعلا جه اليوم وطلعت هي وابو ربيع برنامج المسامح كريم،
وحكوا كل حاجة، حتى الخلاف اللي كان ما بينها وما بين عمة ربيع حكيته وقالت كل حاجة وبصراحة. وبعد الحلقة دي تونس كلها اتعاطفت معاهم، وكله كان متعاطف مع قصة ربيع وبيدور على ربيع عشان يلاقوه، لدرجة إن في ناس عملت مظاهرات قدام القسم عشان الشرطة تكثف جهودها وتدور أكتر على ربيع. وفعلا القضية دي كانت قضية رأي عام وقتها، وفعلا التعاطف الكبير اللي كان من الشعب التونسي ده على ربيع وإن هم لازم يلاقوه عمل ضغط كبير على الشرطة إن هم لازم يلاقوا ربيع في أسرع وقت. وفعلا كثفوا الجهود بتاعتهم، والشرطة فضلت تدور ليل ونهار ما بيناموش، وكثفوا بقى عمليات البحث الشرطة. وبعد كام يوم لقوا جثة مرمية في مكان فاضي. راحوا بسرعة يشوفوا جثة مين، لكن الملامح ما كانتش واضحة خالص، لأن اللي حصل في الجثة ده يصعب على الكافر. لقوا جثة طفل جسمه كله مليان طعنات، يعني حرفيا مفيش في جسمه حتة سليمة. ولقوا مش بس كده، حطوا في الأماكن اللي طعنوه فيها حطوا أنابيب عشان دمه يتصفى كله، دمه ينزل كله على الأرض وما يبانش ليه أي أثر. وكمان خدوا عينه وقطعوا له الجهاز التناسلي. حسبي الله ونعم الوكيل، عيل عنده 10 سنين تعملوا فيه كده؟ لكن الشرطة مكانتش متأكدة إن ده ربيع ولا لأ، مش قادرين يحددوا ملامحه إزاي. على طول كلموا أبو ربيع عشان يجي يشوف الجثة دي هل ده ابنه ولا لأ. وفعلا جه أبو ربيع، وأول ما شاف المنظر انهار من العياط، لأن فعلا الجثة دي جثة ربيع. فضل بقى يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ليه يعملوا كده في طفل عنده 10 سنين؟ هو عمل لهم إيه أصلا؟ وليه يعملوا جريمة بالبشاعة دي؟ ليه يعملوا كده في طفل عنده 10 سنين ولا ضر حد ولا يعرف يعني إيه مشاكل ولا يعني إيه شر؟ ليه ينفذوا الجريمة البشعة دي؟ وطالب الشرطة والضباط إن هم لازم يجيبوا له حق ابنه في أسرع وقت. وكان معاهم في اللحظة دي خطيب عمة ربيع، كان قاعد معاه وبيهديه وبيقول له إيه ده يا أبو ربيع، وإن شاء الله هنلاقي القاتل ده، ويفضل يهديه وهو كمان بيعيط لأن المنظر بشع جدا. استدعوا بقى أبو ربيع في التحقيقات عشان يحكوا لهم كل اللي حصل ويحكي لهم بالتفصيل، وكمان يسألوه هل بتشك في مين ولا إيه اللي شاكك فيه عشان نقدر ندور وراه ونشوف إيه اللي هيحصل. وفعلا خدوا أبو ربيع وحققوا معاه. هنا اكتشفوا إن أبو ربيع بيشك في جيلاني، والجيلاني ده خطيب عمة ربيع، يعني خطيب أخت أبو ربيع. هنا الضابط استغرب، قال له إزاي ده جيلاني ده فضل يدور معاك صبح وليل وبيروح وبيجي وبيدور معاك لحظة بلحظة، لدرجة إن هو لما شاف ابنك انهار هو كمان من العياط. قال له طيب ما علينا، انت بتشك فيه ليه؟ قال له كان في خلاف بيني وبين جيلاني من فترة كبيرة، وسبب الخلاف ده ان جيلاني جالي البيت وطلب ايد اختي وقال لي انا معايا زوجة تانية بس عايز اتجوز اختك على الزوجة التانية. قلت له لا طبعا مش هينفع، انا موافق وانت راجل فوق دماغي واختي عايزاك وانت عايزها، ما عنديش اي مانع، موافق على الحوار ده، لكن ازاي تتجوزها وانت متجوز واحدة تاني؟ واللي ما تعرفوش يا حبيب اخوك ان في تونس مانعين تعدد الزوجات، يعني لو انت متجوز واحدة ما ينفعش تتجوز واحدة تاني غير لما تطلق الأولى تتجوز واحدة تاني عادي، لكن انت تتجوز 2، الراجل يتجوز 2 أو 3 ما ينفعش، مانعين في تونس تعدد الزوجات. ولو حصلت وعرفوا الموضوع ده يدفع غرامة الزوج ويتحبس كمان. المهم أبو ربيع في الآخر قال له يا تختار أختي يا تختار الزوجة اللي انت متجوزها وخلاص ونفضها سيرة. هنا جيلاني قال له لا أنا هاخد الاتنين، هتجوز أختك وبرضه أبقى على ذمة الزوجة الأولى ومحدش يعرف حاجة، وهنجيب مأذون هيعمل لنا عقد وكل الكلام ده. قال له لا طبعا، انت عايز تطلع عند اختي وكل الكلام ده من غير ما نشهر ونعمل عقد جواز يكون رسمي؟ لا ما ينفعش طبعا. وهنا حصل ما بينهم مشادة، وفي الاخر طردوا ابو ربيع، قال له لا ما عنديش بنات للجواز وامشي. وفي الاخر وهو ماشي جيلاني قال له كلمة ما نساهاش ابو ربيع ابدا، قال له بوعدك ان هخليك تندم على كل الكلام ده وهخليك تدفع ثمن الكلام اللي انت قلته ده قاسي جدا. هنا الضابط ابو ربيع بيحكي له قال له ما اكيد قال لك الكلام ده كله عشان انت ما رضيتش تديه اختك، واكيد كان متعصب وقال لك اي كلام وخلاص، لكن ده وقت كلام وقت عصبيه، ما تاخدش الكلام ده جد يعني. وخلص الضابط التحقيق مع ابو ربيع واستدعى جيلاني بسرعه، وجاب جيلاني. واول ما جه جيلاني قال له انت ايه صله القرابه بينك وبين ابو ربيع؟ هنا اتوتر شويه جيلاني وقال له انا جوز اخته. قال له ازاي جوز اخته؟ وابو ربيع في التحقيقات قال انت خطيب اخته. قال له لا ما هو لما هو مرضاش يجوزنا لبعض انا وهي اتجوزنا من غير ما يعرف ابو ربيع. الضابط قال له طيب انت ما تعرفش ان اللي بيتجوز 2 بيتحبس وبيدفع غرامه؟ هنا قال له يا باشا هو ده اللي حصل وانا حكيت لك اللي حصل بالظبط. خدوا بقى جيلاني وحبسوه ودفعوه غرامه، واتحبس جيلاني سنه. لما ادى العقوبه بتاعته وخرج من السجن جيلاني كان كل الناس بتتجنبه وبتبعد عنه، لانه كان في نظرهم هو اللي قتل ربيع، لان قضيه ربيع وقتها هزت الراي العام وكله كان بيتكلم عن القضيه دي في الصحافه والاعلام وفي التلفزيون،
كله البلد كلها كانت مقلوبة على قضية ربيع، وعايزين يعرفوا القاتل مين هو. وكان معظم الشعب شاكك في جيلاني، وكان كله بيتجنبه ومحدش بيتعامل معاه نهائي. حتى ابو ربيع وام ربيع ما كانوش بيتكلموا معاه خالص، والشعب كله كان بيبص له بصة استحقار على اساس ان هو القاتل، ومحدش بيتعامل معاه. وعلى حسب كلامه دخل في أزمة نفسية، وبقت مشاكله كتيرة، ومبقاش عارف يتعامل مع الناس خالص. واتصل على برنامج المسامح كريم عشان يطلع على التلفزيون ويكلم كل الناس ويعبر عن الغضب اللي جواه، ويقول لهم ان هو بريء مش ان هو القاتل خالص، ويطلع ويتكلم ويدافع عن نفسه. وفعلا البرنامج على طول قالوا له تعالى واتكلم، وهنجيب ام ربيع وابو ربيع وتناقشوا مع بعض ويتكلموا. وفعلا استضافوهم كلهم، وكان بيدافع عن نفسه ويقول لهم يا جماعه انا ما قتلتوش، انا بريء. ويجيب المصحف ويحلف لابو ربيع وام ربيع، يقول لهم انا بريء يا ابو ربيع، ده انا كنت بروح معاك وادور على ربيع، وبنلف وبندور في كذا مكان، وكنت معاك ما بفرقكش لحظه، وادور معاك يمين وشمال، انا ازاي اقتل ربيع؟ وابو ربيع وام ربيع فضلوا مصرين، والحلقه انتهت على كده. وبعد كام يوم ظهر شخص جديد في القضيه، والشخص ده اسمه عبد الستار. وعبد الستار ايه علاقته بالقضيه دي كلها؟ عبد الستار ده كان محبوس في الوقت اللي كان محبوس فيه جيلاني. جيلاني اتحبس سنه، كان في اللحظه دي عبد الستار موجود معاه في الحبس، وكان معاه في نفس الزنزانه. لكن طلع بعد جيلاني بفتره، ولما طلع كان رايح على طول على المستشفى، لانه جاله خبر ان مراته في المستشفى وتعبانه. راح على طول، طلع من السجن راح على مراته في المستشفى عشان يجيبها ويطمن عليها. وهو هناك لاحظ كده في التلفزيون برنامج المسامح كريم شغال، وجيلاني عمال يحلف على المصحف ويقول انا بريء، انا ما قتلتش حد. في اللحظه دي عبد الستار على طول خد طياره وراح سافر على بيت ابو ربيع. ووصل فعلا عبد الستار لبيت ابو ربيع وقال له انا عارف كل حاجه وعارف ايه اللي حصل بالظبط، بس تعالى كده لرئيس المباحث والضابط المسؤول عن القضيه ونتكلم قدامه. وقال لهم ان هو كان مع جيلاني في فتره السجن، وجيلاني حكى له على كل حاجه. وعلى فكره جيلاني هو القاتل، وكمان معاه 2 كانوا بيساعدوه، وهو عمة ربيع والعمة التانية بتاعت ربيع، يعني اخوات ابو ربيع 2، وجيلاني هم اللي عملوا الجريمة دي. وعملوا الجريمة دي لسببين. السبب الاول ان عمة ربيع بتتعامل مع ساحر ومشعوذ، وقال لها لازم تذبح عيل صغير ونجيب عينه عشان يطلع لنا كنز ويطلع لنا حاجات زي كده. والسبب التاني ان جيلاني بيكره ابو ربيع وعايز يأذيه في اي حد، وطبعا ملقوش انسب من ربيع، عيل عنده 10 سنين زي ما الدجال ده قال، طفل صغير، هنذبحه وناخد عينيه ونروح نوديها للساحر او المشعوذ ده عشان يفك لهم السحر ويفك لهم حاجات زي كده ويجيب لهم فلوس والكلام ده كله اللي ملوش اي لازمه. وخططوا فعلا للجريمه البشعه دي ونفذوها على ربيع. وحكى لهم عبد الستار ده على كل حاجه بالتفصيل. ولما قارنوا الحاجات اللي حكاها عبد الستار بالتفصيل مع حاجات اللي في الطب الشرعي، لقوا نفس الحاجه بالظبط، نفس السلاح اللي كانوا بيضربوا بيه الطفل، نفس كل حاجه وبالظبط. استدعوا بقى جيلاني واستدعوا اختين، اللي هو اخت ربيع الاولى واخت ربيع الثانيه، استدعوها اللي هم عمة ربيع 2، وجيلاني استدعوه، واستدعوا كمان الدجال والساحر. ولما ضغطوا عليهم وقالوا لهم الادله وقالوا لهم كل حاجه، اعترفوا بالجريمه البشعه اللي عملوها في ابن اخوه، وحكموا عليهم بالمؤبد يفضلوا طول عمرهم في السجن، لان حكم الاعدام مش موجود ومش متاح في تونس، موقوف للاسف. ومش عارف ليه موقفين حكم الاعدام في تونس، لان اللي عملوه الاشخاص دول يستاهلوا فيها الاعدام.